هذه المرثية من كلمات بسام حسين أبو مذهج، قالها رثاء بعد وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى حسين علوي الملاحي. أداء المنشد محمد الطويل. يقول بسام طرف يضناه السهر، والنوم جافى جفن عيني والسبال، من علم ضيق عيشتي وأعمى البصر، ما عاد عرفت ايش الحقيقة والخيال. يا فهم النية وعالم كل سر، ومطلع عن ما نطق عبدك وقال. يقول بسام طرف يضناه السهر، والنوم جافى جفن عيني والسبال، من علم ضيق عيشتي وأعمى البصر، ما عاد عرفت ايش الحقيقة والخيال. وقفت انا مصدوم من هول الخبر، والارض دارت وظلمت من كل حال، يوم جنبا حكمة قضى الله والقدر، وتحمد الله واشكره حتى الرمال، واعترف في حكم ربي لا صدر، وكل شي من دون ربي لا زوال. ابو حسن قلبي تغبن وانقهر، على عمود البيت دمع العين سال، مالوم عيني دمعها مثل المطر، والقلب مالومه لو تقطع وصال. حزن عليه الكل يوم انه نشر، راعي الجمايل والوفا في كل حال، دي لدى الداعي يلبي ما قصر، الوالد اللي كان يشلل الثقال، مرض علينا والمرض صبه وشر، وكم عانى في الايام الطوال، والحمد لله كم تحمل كم صبر، وقال يا ربي ما حالك زعم وحال. وفي المملكة الوالد توارى واكتبر، وتغمده في رحمته مولى الجلال، وكل واحد جاء عزامته حضر، ما قصر ونعم بالاجواد الرجال. واخواني المرزاحلي وقت الخطر، سلاحي جربي والمخوة راس مال، اعتز فيهم وافتخر يوم الفخر، وقت المهمة يثبتوا مثل الجبال. يالله تجعل جنتك له مستقر، واغفر ذنوبه واسقه العذب الزلال، واعصم قلوب الاهل جازي من صبر، واشفي وجعنا بعد من شد الرحال. وختمها صلوا على سيد البشر محمد المختار واصحابه وآل.